السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتي حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا طيبين. النهاردة هعلمكم ازاي تعمل غلاف لقناتك وبكل سهولة. اول حاجة هندخل على جوجل بلاي يا جدعان، وهنكتب في البحث غلاف يوتيوب. تمام، هنكتب صور وهيجي يظهر لك الغلاف دوت. اضغط على الغلاف جامد، تنزيل الصورة. تمام، تنزيل ماشي تنزيل. وبعدين هنمسح وبعدين هندخل على برنامج بيكس ارت. اول حاجة يا جدعان هنختار المقاسات. من غير ما نلغي كتير هنختار الصورة بتاعتنا، وهندخل يا جدعان عند رسم. تمام، انتوا خليكم معايا. هنختار كلمة الشكل، وبعدين هندوس على المربع مالي وضع محاواة. بعدين هندوس كده، وبعدين هنيجي هنا هنجيب المربع دوت كده اهو. هننزل بالمربع نظبطه بس يا جدعان، اهم حاجة نظبط المربع. اهم حاجة يا جدعان نظبط المربع. تمام، وهنعمل واحد فوق هنا كمان. لا، مش وقتك انت يا اسطى. ايه يا جدعان، مش عارفين نظبط المربع ولا ايه بالدنيا بتاعتنا دي؟ المربع مش عاوز يتظبط معايا خالص، واخيرا اتظبط كده. تمام، وهنيجي عند اللون اللي في النص دوت، وهنظبطه باللون الاصفر. تمام، خلي الاصفر دايما يكون، لان اللون الاصفر دوت اكتر حاجة بتحبها الناس، بيلفت النظر. تمام، كده احنا خلصنا منه. عايزين نظبط بس البتاعة ديت، السودة اللي فيت اللي بقت صفرا يا جدعان، مش كده يا جدعان. عايزين نظبط يا جدعان اللون الاسود دوت يا جدعان، في ايه يا جدعان؟ ماشي اوكي. الفرشة الاسود اوكي.
مختارين اللون اسود يا جدعان، في ايه؟ حاول ايه نكبر الفرشة برضك، الحجم يخليه كبير يا اسطى. تمام. هنرجع برضك نختار الاصفر عشان نظبط الايديت دوت، الايديت ده مش مظبوط. اوكي، هو ممكن يبقى كده اتظبط شوية، ما علينا. عشان ايه؟ بس ننجز كائنات فضائية لاصقات. تمام. مثلا عايزين نكتب لاصقات يوتيوب مثلا، فاهمين قصدي ازاي انتوا؟ نكتب لاصقات يوتيوب، هنختار كده حاجة ايه تكون جميلة. مثلا هنختار ايه؟ هنختار مثلا نختار دي جامدة وأشيك في نفس الوقت. نيجي نصغر حجمها. ثبت كده. تمام. وهنعمل لاصقة تانية فيها مثلا، وهنجيب مثلا الفلوس دوت، ونصغر حجمها، وهنجيبها هنا ونصغر حجمها. تمام. لو انت عايز تضيف صورة ليك فتعالى كده معايا بكل سهولة. طبعا هتنزلوا البرنامج دوت، وهنضغط هنا سماح، بتنجز بقى يا عم. ايه في ايه؟ معرض الصور. هنختار الصورة اللي انت عاوز تحطها في الغلاف، وهنجيب الصورة وهندخلها اوتوميتك كده، وهنعمل مثلا مسح للصورة. فاهمين قصدي ازاي يا جدعان؟ بعد كده نعمل علامة صح. تمام. وبعد كده هندوس هنا اوكي تقريبا، فكده الصورة نزلت. انت هتدوس اوكي كمان للتأكيد برضك. بيجي هنا مثلا عند الغلاف بتاعنا، واحنا ضفنا تمام. هنيجي عند الصور ونختار الصور اللي احنا مسحناها، ونختار يوتيوب، ونختار علامة صح، وهنصغر الصورة. تمام. في ملحوظة تاني لو انتوا مش عارفينها، فانا هقولكوا عليها دلوقتي. ما علينا في الرسم والكلام دوت. فهنرجع كده لا، الغاء. تمام. لو انت عايز تكتب مثلا في البتاع دوت كلام مثلا،
قناة مش عارف يوميات الجميلة مع مين. فانا هكتب نص تعليم يوتيوب. تمام. فانت كمان ممكن تختار اللون بتاع النص، هنخلوه مثلا بالاسود. فاهمين قصدي ازاي يا جدعان؟ يبقى مثلا في هنا فوق تختار لون الخط بتاعك، تخليه بأي حاجة كده 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 عشان ننجز بس يا جدعان. هنعمل تنزيل للصورة، بعدين هندخل لسه عشان هوريكم ازاي تحط الصورة في الغلاف. تمام كده الصورة نزلت. هنيجي عند يوتيوب، وهنعمل وهنكتب في البحث يوتيوب. يوتيوب اهوت، هنضغط عليه جامد، هيدخلنا في قناتنا مع سطح المكتب. وهنضغط على السهم اللي فوق على ايدك الشمال، وهندوس موقع الكتروني، وهنختار الصورة بتاعت قناتنا هتلاقيها على ايدك الشمال من فوق جنب 3 نقط. هتختار الصورة بتاعت قناتك عشان تدخل على قناتك وتركب البتاع دوت. اي صورة قناتك، اختار قناتك. اوكي، احنا كده ماشيين في السليم. هتدوس على تخصيصات قناتك. اوكي احنا كده ماشيين في السليم. هو هيدخلنا على الاستوديو يوتيوب اوتوماتيك. اوتوماتيك. انت يلا بقى يا عم، النت ضعيف انت كمان. هتيجي مثلا يا جدعان عند علامات التجارية دي، علامات التجارية، يقول لك تحميل افضل نتائج الاجهزة. تحميل الصورة، سماح. هتختار الصورة دي، هتعمل تم، وهتعمل هنا بردك تم في الكلمة ديت. وهتيجي كده على قناتك، قناة اليوتيوب بنفسها، نطلع من الزيطة دي كلها، وهنيجي عند قناة اليوتيوب، واللي احنا عملناه دلوقتي هنلاقيه في القناة. بسم الله. استنوا بس نطلع من القناة خالص، نقفل التليفون، وبعدين نرجع ندخل على القناة بتاعتنا. بسم الله. اختار قناتك. الله، الصفحة الرئيسية كده. هو هينزل، ويا رب تكون المعلومة وصلت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.